او فيها احماض امينيه عاليه، عشان اهم حاجه ان العميله تبقى طالعه مبسوطه. شعري يتفرد 100%، بس بعد كده انت اللي بتشيلي، بعد كده انت اللي بتعاني من تقطيم الشعر. ما كانتش حاله دعاء دي اول حاله تجيلي، انا طول عمري بشتغل شعور متدمره من بره وبصلح وراهم. كنت واثقه، انا عارفه ان الشعر هيبقى المراحل بتاعته ايه، يعني هيتطور ازاي وهيتعالج ازاي. وقلت لها بعد ما تعملي تريتمنت يا دعاء اشتغلي على شعرك، اشتغلي خلطات زيوت طبيعيه وحنه، سبريهات. الناس فاهمه انك انت بتصلحي الشعر، مش فاهمه انك انت بتاسسي الشعر من البدايه. بس انا لما اخترت الشخصيه الغلط. يعني انا رحت لها بعد ما شعري باظ، لكن مروه في الطبيعي بتعمل اساس الشعر، بترممه في الاساس بالظبط كده. فالحالات اللي بتبقى بايظه بتروح لها، لكن انا كنت من الحالات البايظه اللي شعري كان متدمر. في ناس بقى بتلحق نفسها اصلا وما بتسلمش شعرها لحد غيري، وتقولك لا انا هعمل، اول ما هعمل معاها. الحمد لله بفضل ربنا مفيش حاله احنا اشتغلنا لها غير لما رجعت عادة جذور. في اوقات ناس تعمل عندي وتيجي واحده صاحبتها تقول لها انا واحده عامله شعرها في عرض 1000 جنيه او 800 جنيه وتعالي اعملي عندي. انا عملت ب 1500 ده وجريت. ده انا رحت بقى ده المصيبه بقى اللي بتزعلني، انها بتكون عامله عندي وتروح تسترخص بره، بترجع لي بعد كده تيجي تقول لي الحقيني شعري اتدمر. جماعه الحاجات دي غاليه، الحاجات دي الماتيريال المتكلفه غاليه مش رخيصه. ما تجريش ورا حد تقولك 1000 جنيه 800 جنيه، مفيش الكلام ده. هتدفع ايجار ازاي وعماله وكهرباء، والمفروض انها تكسب وتعمل شعرك ب 800 جنيه اصلا مش طبيعي. عملتي فين انا هي دي. ايوه انا مروه.